قرية أرض الوطا، وهي قرية كردية في منطقة جبل الأكراد، تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية ناحية كنسبة. عدد سكانها حوالي 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف، ويعملون بالزراعة. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء جبل الأكراد وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية في محافظة حسكة، وأتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم ويتعلم أهلنا في جبل الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا تعلمها. دمتم أهلنا في قرية أرض الوطا. قرية الأكراد قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة إدلب ناحية محنبل في سهل الروج، وهي محاذية تماما لقرية كنيسة بني عز، بحيث بيوت القريتين متلاصقة. قرية الأكراد من عشيرة شيخان الكردية، عدد سكانها ما بين 700 إلى 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. القرية تعود لآل كدرو، وهم يقرون ومفتخرون بأصلهم الكردي. يعمل الأهالي بزراعة القطن وتربية المواشي. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في قرية الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله كبقية اللغات، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية الأكراد. قرية أرامزرعة الكردية من عشائرها عشيرة الرشوان، وعشيرة البيسكان، وعشيرة قربجي، وعوائل عربية من عشيرة خراج وعشيرة مجادمة. عوائل عربية سكنوا في القرية ليس ببعيد، هم من قرى الغمر، قدموا أثناء توزيع الأراضي الأقطاع ومشروع حزام العربي، ومعهم عائلة تركمانية. من عوائل المعروفة في المنطقة بإسكان عائلة أوسو وعائلة جقم. الرشوان عائلة حسن باكو. عدد سكان القرية حوالي 1300 نسمة. مساحة القرية 1400 هكتار تقريبا. تتبع القرية إداريا لمحافظة حلب، منطقة عزاز ناحية أخترين، تبعد عن حلب شمالا 45 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 20 كيلومتر، وعن أخترين شمالا 16 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية حرجلة، ومن جهة الشرق قرية مغيدين، ومن جهة الشمال الحدود التركية ب1 كيلومتر، ومن جهة الجنوب قرية دوديان وقراكوبري. تشتهر القرية بالزراعة مثل القمح والشعير والعدس والكمون، ومساحات من شجر الزيتون والتين والعنب والفستق، وأيضا تربية المواشي مثل الغنم والبقر والماعز. أغلب أهالي القرية كانوا يعملون في حلب في مجال ورشات الخياطة وصناعة الأحذية وتصليح سيارات وجرارات وتجارة عقارات. تعرض القرية في كل مراحل تغيرات في شمال السوري، والسبب قربها عن الحدود التركية ودخول الفصائل منها أثناء انسحاب النظام منها وسيطرة الفصائل عليها حتى وصولهم إلى حلب وتخريب محلاتهم وورشاتهم، مما اضطروا الأهالي العودة إلى القرية. ولكن كان بانتظارهم بدء الخطف وطلب الفدية المالية بحجة دعم الثورة، وحجز سياراتهم بحجة تعبئة للثورة، حتى خروج داعش من بينهم
وتغيير ملابسهم وقدوم أمراء أتراك بقيادة أبو دوجان التركي. ازداد المعاناة أكثر من اعتقالات ليلية وبناء حواجز على مفارق الطرق وجرهم إلى سجون الباب والراعي ودخولهم لدورات شرعية بحجة أكراد كفرة. والهدف من كل ذلك تفريغ القرية من سكانها الأصليين وتسكين عوائل تركمانية. أما الآن بعد انسحاب داعش في عام 2017 وسيطرة المرتزقة المدعومة من جيش التركي، بدأ ببناء قواعد عسكرية في أطراف القرية ومقرات مرتزقة سلطان مراد ومحمد فاتح في وسط القرية لاستكمال تفريغ القرية من سكانها وتسكين عوائل من كافة المناطق السورية. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة وأنا ألقيها بصوتي محمد الأحمد، والشكر للمحامي علي عبد الله كولو. هذه قرية الشاتورية، وهي قرية كردية في منطقة جسر الشغور، تتبع ناحية بدامة وتبعد عنها 10 كيلومتر، وتبعد عن طريق حلب اللاذقية 3 كيلومتر ونصف. القرية تقع على قمة جبلية يحيط بها 3 أنهار، وهم الأبيض والزعينية ونهر بكسرية. عدد سكانها 1500 شخص، كلهم كرد لكنهم نسيوا لغتهم الكردية. يعمل أهالي القرية بالزراعة، زراعة أشجار التفاح والخوخ والرمان والزيتون. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء القرية، له الشكر، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، منطقة درباسية في محافظة حسكة. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في قرية الشاتورية لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم ويسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية الشاتورية. عاد خوش ام جندي جرادي ام كرمانجن كنديمي سيري حما مصياف ديري يعني حما سهاوي كيلومتر جنديمي كي شوربكن كرمانجي ام كي كرمانجن كنديما وادر كافا 1200 ديك وباما سي عشاير كرمانجن فندي عشيرة الرشوان وعشيرة الشيخان وعشيرة الزركدي وام كي كرمانجي خوشي وشغليمي كي عرديدا وبيزدا كونديمي يك لافا كوندية اي كورمانجي رفحما. جندي نعمان، جندة كردية لباريزگاه حلبية دورا بابي دوري حلبية جهيلا باكر نيزي 37 كيلومتر، ودوري دورا بابي 12 كيلومتر او جهيلا باكر. دوري سينوري تركيا 12 كيلومتر. هجمارا نشتجي جند 3000 كسن تيده مالباتي تيده جي باوكينه شكاركينه جي ايلا كيتكانه مروانتي اوان هي بجند خزني الكوباني. مالباتين لجند بزمان كردي دبيفن، واف مالباتانا حج احمد وحنش وحمدك وياسين ودرويش، ودجندجي مالباتا شيخان هي قرين شيخ جراح يه كرد. كسين جند ببراني دچاندنيه دكار دكن. هكتاري الجند 1400 هكتاري چاندنيا جنم وجه ونيسك وكمون وشينكاي دكن. مينا باجانا وباجاني رش ايسوت وخيار يان آرو. دجنده قلك باناوين فرهنه
جدارين زيتونة وفستقي حلبي وتري ودارين هنارة. برانيا نشتجين قند لسر حفارا كاردكن بيري ارتوازي ودو قند بينج مقلعي كفرهن وإن حاتي. قنديجي خدي كرنا بز وبالزن وچيلكاتكن ومريشكاشي. اف آگاهی گشتن می جهیلا بريز محمد عمر الأحمد جنشتجي قندي نعمانه و از بدنگي خود بيجم از علي عبدالله كولو باري زرم جدفرا دربيسي. هذه قرية الشاتورية، وهي قرية كردية في منطقة جسر الشغور، تتبع ناحية بدامة وتبعد عنها 10 كيلومتر، وتبعد عن طريق حلب اللاذقية 3 كيلومتر ونصف. القرية تقع على قمة جبلية يحيط بها 3 أنهار، وهم الأبيض والزعينية ونهر بكسرية. عدد سكانها 1500 شخص، كلهم كرد لكنهم نسيوا لغتهم الكردية. يعمل أهالي القرية بالزراعة، زراعة أشجار التفاح والخوخ والرمان والزيتون. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء القرية، له الشكر، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبدالله كولو، منطقة درباسية في محافظة حسكة. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في قرية الشاتورية لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم ويسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله مثل باقي اللغات، وعلينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية الشاتورية. قندي قبة الشيح، قند كردية لدورا بابي باريزگاه حلبي، دوري حلبي نزي 40 كيلومتر جهيلا باكر، ودوري بابي نزي 13 كيلومتر اوجي جهيلا باكر. در دورا ويجي قندي كردينه جهيلا باكر قندي صوصباط، وجهيلا روج آفا نعمان، وجهيلا باشور الحدث، وجهيلا روجهلات قباسين. جعشيرا ديدانن بزماني كرديد آخذن عربيوي وكرديوي. هجمارا نشتجين قند نزي 2500 كسيني. هن مالين عرب دو قند هنه جي إيلا نعيم جي قند دردوري هاتنه بسدما باشبونا عردي قند و پربونا آفاوي. هن بيرني كفن رومانيت دو قند هنه و دفرني كفناره و انتيكا جيليهن و شكفتني كفن تيغوتن قوفتقر دما بيزنطية و بري بيزنطية. هن سمبولين إلى زردشتي لسر كفرا هنه مينا نيغاري روكي. باناوا خاكا قند نيزي 1000 هكتاريه قلك جنم يه آفداي لي تي چاندن وجه وفول ونيسك وسير وبيفاس. داري زيتونة وتريجي الكند هنه بس هيلي چيلك وبالزنجي هنه. برانيا خلقي قند كاري لي كرنه دكن اي آواهية كاري صحية و اي اليكتري كيجي كاري بازرگانية دكن. بازرگانيا شنكاي كسكاي ويا لبا آگنم لباجاري بابي اندزيار بجيشك وما مستجيلي هنه. قند ندوري بويرن رامياري بو وباندورا آبوري بون وجواكي وراست هات لقل اجقلك ايريشان ود انجامي ده قلك خورتين قند هاتن قرتن وقلك هاتن بنشاف كرن تاروجا ايرو نخيانه وخيانه بوي هنا جياناوان. آنها قند بن داگير کرنا تركي
وكورتي الخورين ويج أوبوسيون سوري دي أبا قاهي جيشتن مج هيلا بريز محمد عمر الأحمد جخلكي دافرين وأزبدنجي خد بيجم أز علي عبد الله كولو باريزرم جدافرا دربيسية سباس جور. هذه قرية مرعنت، وهي قرية كردية في منطقة جسر الشغور، تتبع إداريا لناحية بدامة في محافظة إدلب. عدد سكانها حوالي 3000 شخص، كلهم كرد لكنهم لا يتكلمون الكردية للأسف. ومن عائلاتها روتو، سينو، ياسين، دحدوح، جعفر، حمودة، وحاج حسن. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية الحيوانات. هذه المعلومات وصلتني من أحد أبناء منطقة جبل الأكراد وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو من منطقة درباسية في محافظة حسكة. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتكلم أهلنا في جبل الأكراد بلغتهم الكردية، أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم ويسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية مثل باقي اللغات هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية مرعنت. أزواج أخوي علي، السلام عليكم. مشان قرية شويرين، قرية شويرين قرية كردية من الأجداد. أول شيء نعرفك عن شويرين. قرية شويرين تابعة إداريا لمنطقة حلب، منطقة تابعة لأعزاز صوران في ريف حلب الشمالي. عشيرة كردية رشوانية، بس ولكن مظلومين إعلاميا. الناس بيفكروا إن الضيعة أكثريته بيتكلموا اللغة التركمانية والعربية، بس ولكن 95 من الضيعة رشوان، في بيت أو بيتين من التركمان والباقي كله رشوان. ولكن بشكل عام الضيعة أكثريتهم بيحكوا تركمان وعربي، مثل باقي الضياع اللي انظلموا إعلاميا، اللي تناسوا، اللي الناس فكروا ضيعة تركمانية أو عربية. هي ضيعة من أبلة جد كردية، وسمي قرية شويرين باسم شويرين نسبة لعشيرة الرشوان. والقرايب الرشوان منتشرين في تل عرن وقدريش، في طقلي، في عدة قرى منتشرة عشيرة الرشوان. أذكردم، يلا يعطيك العافية. ضل اذكرنا بالإعلام لأن شويرين رشوانية كردية ونفتخر. قرية عين القنطرة قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد ناحية كنسبة، وتبعد عن كنسبة أقل من 1 كيلومتر. بلغ عدد سكانها حتى العام 2011 من 2000 إلى 2500 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. عائلات عين القنطرة: حمو، يحيى، خليلو، طبنجة، حمودي، عثمان. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. عين القنطرة مثلها مثل بقية القرى الكردية في جبل الكرد وجبل الكرد، كلها قرى كردية. تعرضت لقصف شديد من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تهدمت معظم بيوتها وتهجر أهلها. ومن هنا أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وكافة الأحزاب الكردية والكرد من أصحاب رؤوس الأموال أن يمدوا يد العون والمساعدة لأهلنا في الجبل، فهم بحاجة لمساعدتنا ومساندتنا. وصلتني هذه المعلومات من ابن القرية جهاد حمو، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامٍ منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية عين القنطرة. قرية تربرشا المعربة إلى برشايا، بالأصل اسمها تربرشا أي القبر بجانب الجبل، تم تعريبها إلى برشايا، وهي قرية كردية في منطقة الباب محافظة حلب،
تبعد عن مدينة الباب 13 كيلومتر من جهة الشمال. تفصلها عن الباب باشكو المعربة إلى قباسين وقرية كندرلية الكردية. قرية أثرية قديمة فيها العديد من الكهوف ومنها كهف بجانب مضافة سنجار. عدد بيوتها أكثر من 200 بيت وعدد سكانها بحدود 2500 شخص أغلبهم كرد باستثناء 10 بيوت تعود للعرب من البو خميس والموالي. أهالي القرية من عشيرة قرقج الكردية وفيها أيضا عائلة سكران الأوسو من عشيرة رشوان الكردية. من عائلاتها بيت سنجار، وكان حج سنجار معروفا بكرمه في المنطقة، وبيت تمو وبيت حسو. يتحدث أهالي القرية باللغة الكردية، حتى عرب القرية أيضا يتحدثون الكردية. تربرشا أو برشايا تشتهر بالزراعة وتربية المواشي وحفر الآبار. يوجد في القرية تل أثري قديم عمدت المجموعات المسلحة التابعة لتركيا بحفره ونهب ما بداخله من آثار. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. كل التحية لأهالي قرية ترب برشا أو برشايا. قرية قلخوم الكردية المستعربة باسم النهضة، عدد سكانها حوالي 1600 نسمة. مساحة القرية 1400 هكتار. عشائر الموجودة فيها عشيرة الكيتكان وآل بكلي، وعوائلها عائلة ياسين ومحلي وحسون قرعلي والهنادي، ولهم صلة قرابة مع الشاوة ونعمان وتل جرجة وقع الكلبين وتل الشعير وتل عيشة. تتبع محافظة حلب منطقة الباب ناحية الراعي. تبعد عن حلب شمالا 55 كيلومتر، وعن منطقة الباب شمالا 28 كيلومتر، وعن ناحية الراعي شرقا 10 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية أسرية، ومن الشرق قرية زلف، ومن الشمال قرية سكلزري، ومن الجنوب قرية صاندي. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس والكمون وخضروات صيفية، ومساحة من الشجرة الزيتون والتين والعنب وفستق الحلبي، وتربية المواشي مثل الغنم والمعز والبقر والدجاج البلدي. كان معظم شباب القرية يعمل في حلب في مجال صناعة الأحذية وورشات خياطة وتصوير سيارات ودهان سيارات ومجال البناء. القرية قديمة، يوجد معالم أثرية على أطراف القرية وكهوف تعود إلى عهد البيزنطة والرومان، وتلقى قطع نقدية بيزنطية أثناء الجرف الترابي مثل كل القرى. المنطقة عانت أثناء الحرب بين داعش وفصائل من خراب القرية ونهب لمدة شهرين، وبعدها سيطرت داعش على القرية. ازدادت المعاناة من اعتقالات وقتل وطلب زكاة المال واختفاء أشخاص بحجة أكراد كفرة، ولا زال مصيرهم مجهول. وبعد عامين أثناء المعارك بين داعش وفصائل المدعومة من دول الاحتلال التركي هاجر الشعب إلى مناطق آمنة. وبعد احتلال القرية وهروب داعش وعودة الشعب نسبة 70% و30% رحلوا إلى مناطق الجزيرة وكردستان العراق وأوروبا بحثا عن العمل. والآن يقوم مرتزقة سلطان مراد المدعوم لتركيا بالضغط على الشعب، الهدف منه تفريغ القرية من سكانها الأصليين وأسكان شعب من كافة مناطق سوريا والاستيلاء على بيوتهم وأملاكهم. قرية دوير الأكراد، وهي قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة حما. يبلغ عدد سكانها 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية للأسف. يعملون بالزراعة، والكثير من شبابها قبل العام 2011 كانوا يذهبون إلى دولة لبنان للعمل. فقد هؤلاء الكرد لغتهم الكردية في نهاية العهد العثماني، حيث جمعية الاتحاد والترقي كانت تحارب اللغة الكردية بسبب شوفينيتها. وبعد ذلك جاءت الحكومات السورية المتعاقبة الشوفينية لتكمل مشروع جمعية الاتحاد والترقي، فيفقد كردنا في هذه المنطقة لغتهم الكردية.
وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في قرية دوير الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله كباقي اللغات، علينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية دوير الأكراد. قرية دوير الأكراد وهي قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة حما، يبلغ عدد سكانها 1000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية للأسف. يعملون بالزراعة، والكثير من شبابها قبل العام 2011 كانوا يذهبون إلى دولة لبنان للعمل. فقد هؤلاء الكرد لغتهم الكردية في نهاية العهد العثماني، حيث جمعية الاتحاد والترقي كانت تحارب اللغة الكردية بسبب شوفينيتها، وبعد ذلك جاءت الحكومات السورية المتعاقبة الشوفينية لتكمل مشروع جمعية الاتحاد والترقي، فيفقد كردنا في هذه المنطقة لغتهم الكردية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في قرية دوير الأكراد لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية هدية من الله كباقي اللغات، علينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية دوير الأكراد. قرية شلف قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد أو جبل الأكراد، منطقة الحفة ناحية كنسبة. تبعد عن كنسبة حوالي 1.5 كيلومتر. عدد السكان ما بين 2500 إلى 3000 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتجارة الشنقليش ويسمونها السوركي، والسوركي اسم كردي وهو يعني الأحمر. قرى جبل الكرد قسم اللاذقية تعرض لقصف شديد من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تهدمت معظم قراه وهم بحاجة إلى مساعدة عاجلة. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية للشمال والشرق سوريا بالتدخل ومد يد العون والمساعدة لأهلنا في الجبل. عائلات قرية شلف: العبد، خليل، داود، درمش، رستم، زهوري، سقومو، شنيعة، صافي، عابدين، عبدو، عراج، كنجو، مبارك، محمود وموسى. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية شلف. قرية المغيرية وهي قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية، عدد سكانها بحدود 700 شخص، كلهم كرد لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ نهاية العهد العثماني، حيث تمت محاربة ومنع اللغة الكردية، لتأتي الحكومات السورية المتعاقبة بعد ذلك وتكمل نفس السياسة وتطبق نفس السياسة، فيفقد أهلنا في جبل الأكراد اللغة الكردية. يعمل الأهالي بالزراعة وتربية المواشي. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو الأكراد وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في جبل الأكراد لغتهم الكردية، أن يتعلموها ويعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في جبل الأكراد. قرية يانيطان قرية كردية من عشائرها عشيرة الرشوان، يشكل 75%، وهم عائلة نوري خوجة وعائلة محمد بيرم وعائلة إسماعيل نجار، ولهم صلة قرابة مع قرى الكردية في المنطقة مثل الراعي ودوديان
وجكة وقسم من تل عران، وعوائل عربية من عشيرة البطوش، وعائلة من عشيرة العون، وعائلة من التركمان من عائلة علي قمز. عدد سكان القرية حوالي 1000 نسمة، ومساحة القرية 700 هكتار تقريبا. القرية تتبع لمحافظة حلب منطقة عزاز ناحية صوران، تبعد عن حلب شمالا 41 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 18 كيلومتر، ومن ناحية صوران شمالا 7 كيلومتر، وعن حدود التركية جنوبا 5 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب مزارع الطقلي وبرغيتة، ومن جهة الشرق قرية جكة، ومن جهة الجنوب قرية راعل ومريغل، ومن جهة الشمال دوديان وقراكوبري. سكان القرية يتكلمون اللغة التركية بسبب قربها عن الحدود وممارسات تغييرات ديمغرافية أثناء احتلال العثماني، وبعدها سياسة التعريب. تشتهر القرية بزراعة القمح السقي والبعلي، وخصوبة ترابها، وتوفير مصادر المياه السطحية والجوفية، ومرور نهر من جهة الشرق. وأيضا تشتهر القرية بزراعة الشعير والعدس والكمون وخضروات الصيفية والبطاطا والبصل، وتربية المواشي مثل الغنم والماعز، وتربية دجاج البلدي. يوجد مساحات صغيرة من شجر الزيتون. أغلب سكان القرية من فئة الشباب كانوا يعملون في حلب مهنة الخياطة ومعامل صناعة الأحذية. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي محمد الأحمد، والشكر وجزيل الشكر للمحامي علي عبد الله كولو. قرية سنكلي الكردية من عشيرة الكيتكان، وهم أقرباء قرية شاوة، ويعتبر مزرعة من مزارع شاوة. عدد سكانه حوالي 215 نسمة من جد واحد، ومساحة القرية 950 هكتار. موقعها على الطريق العام بين أخترين وجرابلس. تحدها من جهة الغرب قرية صندي، ومن جهة الشرق قرية جدعانية، ومن الشمال قرية شاوة، ومن الجنوب قرية حجكوسة. تتبع إداريا لمحافظة حلب منطقة الباب ناحية الراعي. تبعد عن حلب شمالا 55 كيلومتر، وعن منطقة الباب شمالا 23 كيلومتر، وعن ناحية الراعي شرقا 15 كيلومتر. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والكمون والعدس والحمص وخضروات الصيفية، وأشجار الفستق الحلبي والعنب والزيتون والتين، وتربية المواشي مثل الغنم والماعز والدجاج البلدي. وأيضا يعملون في مجال الحصادات، وأغلب أهالي القرية كانوا يعملون في حلب في مجال دهن سيارات وتصليح المحركات وتصويج السيارات والتجارة وورشات الخياطة وورشات صناعة الأحذية. مثله مثل كل القرى الكردية تعرض لسياسات التعريب والتتريك عبر مشاريع انحلال ثقافي في قرى الكردية، ومؤخرا في الأعوام الأخيرة تعرض لتخريب وتدمير وتهجير في كل مراحل تغيرات في شمال سوريا.
وأكثرها أثناء سيطرة داعش على القرية. مارسوا كافة أنواع الضغط عليهم، من اعتقالات وخطف وجرهم لدورات شرعية وسجنهم بحجة أكراد لم يعرفوا دينكم. وما زال مصير أشخاص مجهولة حتى الآن. وبعد انسحاب داعش ضمن اتفاقية بينهم وبين الأتراك وتغيير ملابسهم، ازداد المعاناة بالضغط على الأهالي بهدف تهجيرهم وتسكين غرب واستيلاء على أملاكهم وبناء مستوطنات عليها. والآن تفرض عليهم اللغة التركية في المدارس والتعامل بالليرة التركية، وحتى خطبة الجمعة في المساجد باللغة التركية، وتمجيدا لسلاطين الأكراد وأردوغان هو خلافة الإسلامية. المعلومة من أحد أشخاص سكان المنطقة، وأنا ألقيها بصوت محمد الأحمد والأستاذ المحامي علي عبد الله كولو. قرية شيخ سنديان، وهي قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة إدلب منطقة جسر الشغور، وهي قرية كبيرة عدد سكانها بحدود 4000 شخص، كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية منذ نهاية العهد العثماني. يعمل أهلها بالزراعة، ويمتلك الأهالي أراضٍ على ضفاف نهر العاصي، ويعملون بهذه الأراضي، وهم يشكلون النقطة الأولى لسهل الغاب، أي بداية سهل الغاب. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء المنطقة الكرد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولون، محام من منطقة درباسية. أتمنى على أهلنا في قرية شيخ سنديان أن يتعلموا لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأبنائهم، وأن يسموا أبنائهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها وأن نعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية شيخ سنديان. قرية مزين، قرية كردية تتبع إداريا لمحافظة اللاذقية في جبل الكرد ناحية كنسبة، وتبعد عن طريق حلب اللاذقية 2 كيلومتر. اسم القرية اسم كردي، وهو متأتي من مزن، هم يلفظونها مزين بالتشديد، ولكن الاسم هو مزن أي الكبير. عدد سكانها حوالي 1500 شخص، كلهم كرد، لكنهم فقدوا لغتهم الكردية. قرية مزين أو مزن كباقي القرى في جبل الكرد قسم اللاذقية تعرضت لقصف من قبل قوات نظام الأسد، لذلك تدمرت هذه القرية. ومعظم قرى الجبل في قسم اللاذقية هم أهلنا هناك بحاجة إلى مساعدة، فقد تهجروا من قراهم بسبب التدمير. لذلك أناشد حكومة إقليم كردستان العراق والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بمد يد العون والمساعدة لأهلنا هناك كي يعيدوا بناء قراهم وكي يعودوا إلى قراهم. يزرع الأهالي أشجار التفاح والخوخ والمشمش والتبغ أيضا. من عائلاتها أبو خليل الحلبي، أبو علي، بريمو، مريم، محمد، عيشو، عابدين، بقداش، حسنو أو حسنو، حمودي، درويش، رمان، سراج، سليمانو، شيخاني، صهيوني، طايا. من عشائر الجبل موشان، عوجان، شيخان، كيخية. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء منطقة جبل الكرد أو جبل الأكراد، وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محامي من منطقة درباسية. أتمنى كما يتمنى كل الكرد الناطقين بالكردية أن يتعلم أهلنا في الجبل لغتهم الكردية، وأن يعلموها لأولادهم، وأن يسموا أولادهم بأسام كردية، فلغتنا الكردية كباقي اللغات هدية من الله، وعلينا أن نتعلمها. دمتم أهلنا في قرية مزن. قرية عمارة أصلان في ريف حماة الجنوبي، تبعد عن حماة 25 كيلومتر، وهي قرية كردية عدد بيوتها 100 بيت، وعدد سكانها 1000 شخص. أبناء القرية من عشيرة حيدر الكردية العريقة، يعملون بالزراعة. نسبة التعليم فيها 80%، منهم الأطباء والكثير من المعلمين. تتوزع عشيرة حيدرة في كثير من قرى حماة مثل عمارة أصلان وجريجس والسويدة الشرقية ومعرين الجبل وشرعايا وخنيزير. أبناء قرية عمارة أصلان فقدوا لغتهم الكردية، لكنهم يقرون بكرديتهم ويفتخرون بها. تتمتع القرية بموقعها الجميل المطل على نهر العاصي. من عائلاتها
الأسمر، الأمان، الحسن، العمر، الخضر، القدرو، سنجار. وصلتني هذه المعلومات من أحد أبناء القرية وأنا ألقيها بصوتي. أنا علي عبد الله كولو، محام من منطقة درباسية. أتمنى على أهلنا في قرية عمارة أصلان أن يعودوا إلى لغتهم الكردية، يتعلموها ويعلموها لأبنائهم. لغتنا الكردية كبقية اللغات هدية من الله، علينا أن نتعلمها ونعلمها لأولادنا. دمتم أهلنا في قرية عمارة أصلان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قرية بوز الخربي ناحية كنسبة منطقة الحفيم محافظة اللاذقية. تقع مزرعة بوز الخربي شمال غرب اللاذقية، تبعد عن اللاذقية 70 كيلومتر تقريبا، وسط قرية بشرفة وعقب بهبوط مرتفع بعض أشياء عن أراضيها ومحيطة بها، وتشتهر بالزراعة والفواكه، ومنها أشجار التفاح والخوخ والزيتون والتين واللوز، وزراعة القمح والشعير والخضروات بأنواعها. عدد سكانها بحسب إحصائية 2013 حوالي 400 نسمة، وكل سكانها من العائلة الواحدة هي أهالي زمو، ومختارها كان عبد العزيز أمين زمو رحمه الله، توفى منذ عدة أشهر. أصلها كردي ولكن لا تتكلم باللغة الكردية للأسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من قرية بوز الخربي ناحية كنسبة منطقة الحفيم محافظة اللاذقية. تقع مزرعة بوز الخربي شمال غرب اللاذقية، تبعد عن اللاذقية 70 كيلومتر تقريبا، وسط قرية بشرفة وعقب بهبوط مرتفع بعض أشياء عن أراضيها ومحيطة بها، وتشتهر بالزراعة والفواكه، ومنها أشجار التفاح والخوخ والزيتون والتين واللوز، وزراعة القمح والشعير والخضروات بأنواعها. عدد سكانها بحسب إحصائية 2013 حوالي 400 نسمة، وكل سكانها من العائلة الواحدة هي أهالي زمو، ومختارها كان عبد العزيز أمين زمو رحمه الله، توفى منذ عدة أشهر. أصلها كردي ولكن لا تتكلم باللغة الكردية للأسف. گوندێ حەساجک. گوندێ حەساجک گوندە کوردیە پارێزگەها حەلەبێ، li devera Ezazê melbenda Marê neşteciyê wê nêzî 900 kesîne, ji êla dîdanên panava gund nêzî 1300 hektarî ye. Ji hêla Rojhilatê gund gundê Werdiyê ye, û ji hêla Rojava gundê Umhoşê, û ji hêla Başûr Girnatayê, û ji hêla Bakur gundê Elgoz e. Di gundê malbatek Ereb tenê hene, gund navdarê çandiniya genmê avî û idî û ceh û nîsk û kemûn û kizbera û panavnî nîherê darê zeytûnayê û hejîr û tirî. Çandiniya kartola jî dikin û hemû cûreyên keskayê ya şînkayê. Di gundê firnek heye û medcenê mirîşka jî hene, afsarkek ji bo parastina kartola heye. Lê di dema pevçûnê di navbera Daeş û opozisyona Sûriya Kurtêlxur, piraniya malên gund hatin rûxandin û neşteciyê wê koçber bûn ta devernî din. Lê anha gund neşteciyê vegeriyane, lê hejmarek ji xorta li Başûrê Kurdistanê ne û li Helebê ne, li Cizîrê ne ji bo kar. Gund gelek girtin lê çêbûn, girtinî bi tevayî ji hêla Daeş û hîn kesnî jî hene rewşa wan nexuyayê binçavkirîne. Ev agahî gêştin me ji hêla Mihemed Umer el Ahmed jê neşteciyê deverê ne û ez bi dengê xwe dibêjim. Ez Halî Abdullah Kolo ji devera Dirbêsiyê me. Spas ji we.